السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في ناس بتسأل يا ترى أنا بقرأ القرآن صح ولا لأ؟ يعني لازم أقراه بالترتيل زي ما الشيوخ كده بترتل القرآن، لأن أنا بقراه يعني أكني بقرأ أي كلام، يعني رسالة أي حاجة، يعني بقرأ قراية مش بالترتيل. يا ترى ده صح ولا مش هيتحسب لنا قراية القرآن؟ فأنا بجاوبهم إن طبعا بعد ما دخلت واتأكدت من الكلام ده، إن أنت بيتحسب لك الأجر وبتاخدي أجر قراية القرآن، بس بشرط لازم يتقرأ بالتشكيل، لأن ضمة أو فتحة أو كسرة ممكن تغير معنى الكلمة. يعني مثلا يردني، آه، ما فيهاش يه بس فيها كسرة من تحت، أو يردنا بتبقى فاتحة من فوق، فالمعنى بيختلف. فلازم القرآن يتقرأ بالتشكيل، الضمة تضمي، الفتحة تفتحي في الفتحة، تكسري في الكسرة. لازم التشكيل، القراية بالتشكيل. إنما الترتيل ده ممكن يعدي، يعني ممكن تقري بس طبعا بتأني، ومش مش اللي بيقروا بسرعة دول عشان يخلص بدل جزء جزئين والكلام ده، طبعا ده حرام. لازم تقري بتأني وتقري بالتشكيل، تقري الكلمة صح. طالما بتقري الكلمة صح كده بيتحسب لك الأجر وقرايتك صحيحة. والله أعلم. صلي على الحبيب والشفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم.